طلبتوا مني ان انا اتكلم عن العلاجات. خلونا نتكلم على اشهر علاج بيستخدموه مربيين الطيور عموما، وهو الفلاجيل او الامريزول. خلونا نعرف الاول ان المكون الاساسي للتركيبة دي اسمه مترونيدازول. المترونيدازول دوت يعتبر مضاد حيوي، يعني حضرتك لو انت اعتمدت عليه بشكل اساسي انت بتضعف وتدمر الطيور بتاعتك. يعني ما نستخدموش؟ لا طبعا، انا كتير نصحتكم بان انتوا تستخدموه، بس نستخدمه امتى؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في الفيديو. اول حاجة لازم نعرف ان احنا بنستخدم العلاج دوت ضد الامراض البكتيرية، خاصة البكتيريا اللاهوائية والطفيليات، لانه هو يعتبر مضاد حيوي واسع المجال، بيقضي على البكتيريا وبيطهر معدة الحمام. طيب ايه مثلا اللي اقدر استخدمه فيه زي اصابة الحمام بالكنكر؟ يعني انا بمسك الفرد كده وبفتح بقه او منقاره، لو لقيت هنا اي تجبنات بشيلها وبدي جرعة سنتي واحد اللي هو الشراب 125 سنتي واحد في الفم مباشر للزغاليل المصابة بعد ما انا اشيل التجبنات. عندي كل ما الحمام يفقس مثلا الزغاليل، تروح الزغاليل ميتة عمر 10 ايام، فكده في الاهالي عندهم اصابة فبتنقل للزغاليل. طب انا هدي الزغاليل، ممنوع ان انت تدي اول اسبوع للزغاليل مباشر. طب اعمل ايه يا هبه؟ هتدي للاهالي والاهالي هي اللي تاكل. طيب ينفع ادي وقايه؟ يعني الحمام عندي سليم ومفيهوش حاجه بس خايف المرض يجيله، لا لا لا، ممنوع ممنوع ممنوع. ليه؟ طيب هقول لكم ليه. يعني ايه مضاد حيوي؟ يعني هو الفتوة اللي انت بتجيبه علشان يدافع عن اي ميكروب او اي بكتيريا في فرد الحمام. الفتوة ده كل شوية يتضرب، كل شوية انت بتقدمه علشان يدافع عن الحمام الضعيف، فمن كتر ما هو هيتضرب خلاص هيضعف معاك. تاني حاجة مهم، يعني معنى أصح إن هيقلل لك مناعة الفرد. أقل حاجة بعد كده اللي على المدى البعيد هيبقى مخوف، الفرد مخوف. حاجة تانية إن هو بيقضي لك على البكتيريا النافعة والضارة، ودي في حد ذاتها مش هتطلع لك حمام للفرد. يعني انت ممكن تحل كمؤقت الحاجة تخف، لكن على المدى البعيد هيسبب لك مشاكل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني حضرتك اعتمدت على الفلاجيل اللي فيه مادة المترونيدازول كوقاية وكعامل اساسي في القضاء على اي بكتيريا ضارة موجودة، فعمال تدي فالجسم بيضعف. بعد كده لما الفرد ده تيجي تفرخ منه، انا مش بتكلم هنا على الزغلول شهر وهيتاكل او هتتخلص منه، يعني انا بتكلم على انتاج حمام صحي خالي من الامراض، مقاوم للامراض، يعني معتمد على ذاته مش معتمد على الادويه. فتيجي بقى يكبر، تيجي تقعد 6 أو 5 شهور تكبر في فرد الحمام عشان تفرخ منه، تلاقي بقى ايه؟ في بيض مخصب وبيض لا، تلاقي البيض فيه مشاكل. كل ده من الادويه. فانت استخدم الادويه عند الضروره. عندك حالات مثلا زي ما قلت لك ان الفروخ بتطلع ضعيفه، بتبقى مثلا منقول لها من الاهالي سالمونيلا، فانت عايز تدي سالمونيلا بسيطه مش ظاهره بس بتظهر على الفروخ او الزغاليل عشان ضعيف، ففي الحاله ديت هتدي قبل الفأس ويفضل كمان قبل الفأس باسبوع عشان اللبن يبقى نقي. قبل الفأس باسبوع ادي 3 ايام ورا بعض سنتي واحد للاهالي، او لو عندك كميه كبيره 5 سنتي على لتر ميه. بس كده، كل اللي عليك الادويه يا جماعه للعلاج مش للوقايه. في حاجات اعشاب تقدر تستخدمها للوقايه.